طه دسوقي كان بيقدم افتتاح مهرجان الجونة ومبسوط والدنيا جميلة وبيهزر عادي، ولكن اللي طه ما كانش يعرفه ان مصر فيها وقد ايه جات له شتايم كتيره جدا على فيسبوك. ولو جيت تبص على مثلا تيك توك هتلاقي ان الدنيا جميله عادي، مع ان ممكن يكون نفس الشخص اللي على الفيسبوك اللي شتم هو اللي على التيك توك كيوت. فاحنا النهارده هنقارن الانسان وهو على تيك توك والانسان وهو على فيسبوك ونحللهم. لان مثلا لو جينا نبص على اول كومنت على فيسبوك على افتتاح مهرجان الجونه لطه دسوقي، جايب لايكات كويسه، معلق على حاجه واحده بس قالها طه دسوقي من الاستحيه، انك اول ما بتبقى فنان يحسسك انك طول الوقت محتاج تبقى قدوة. لا خالص والله، لا بنستنى تكونوا قدوة لأولادنا ولا حاجة، معروف إن ده هلس وتمثيل، ممكن مثلا رياضي، ولكن ده كان زمان. دلوقتي الرياضيين بقوا هم كمان ممثلين هم وزوجاتهم، فما فيش قدوة خالص دلوقتي في المجتمع. أهم حاجة تربية البيوت الصح بتاعت زمان، وربنا يرحمنا من الهلس ده كل ده عشان طه دسوقي قال إن إحنا بقيت قدوة. انا قدوه الاجيال، انا عملت حاحه وتفاحه. فهو سمع قدوة دي قال لك لا بس خد يا عم كومنت الدعاية المثالية. عندك تاني كومنت مثلا، الناس دي في عالم غير العالم بتاعنا، حياتهم كلها هلس ومسخرة واحنا طالع ميتين ابونا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مش عايز اسرح في عالم الكومنتات بتاعت الفيسبوك لان انا شايل جدا من المجتمع بتاع الفيسبوك في الكومنتات بالذات، ولكن انا بحس ان الناس على الفيسبوك، الناس اللي هي السويه نفسيا بنسبه كبيره، ما بتكتبش كومنت. يعني لو واحد عجبه فيديو جامد قوي يا اما هيعمل له شير يا اما هيعمل لايك ورياكت، غير كده مش هيعمل كومنت. مثلا نادرا قوي اللي هيعمل يقول لك والله جامد بتاع، انما غير كده احنا هنروح للحاجه السلبيه. لانه عندي طاقه غضب هحطها اكتر من ان لو عندي طاقه فرح او طاقه خلتني احس بحاجه حلوه. احنا لو قعدنا نقرا الكومنتات دي هتلاقي ان فيه هجوم كتير جدا، ومش هقول لك في كام واحد في النص بيشكر، ولكن يعني مش بيهاجم قوي يعني. مع ان لو رحنا الناحيه التانيه في منصه تانيه وقالوا اسمها تيك توك على نفس الفيديو هتلاقي الدنيا تانيه خالص. يعني دول مش بيشتموا طه دسوقي، دول بيشتموا الجمهور علشان مش بيضحك على طه دسوقي. انت متخيل الدنيا جميله ازاي هناك؟ واغلب الكومنتات فعلا متفقه ان الجمهور هو اللي سيء، اللي هو ذا اودينس از ذا وورست. مش عارف بعد كده كومنت تاني يقول لك ان الاودينس از ميه دي اللي هي يعني حاجه تقرف. لا وكمان رحمه فراوله كاتبه كومنت جميل جدا تخلي طه دسوقي يتبسط، كاتبه ده ميكس ما بين احمد حلمي وعادل امام، نفس الحضور والخفه والكاريزما وتعابير الوش، خفه دم غير مصطنع. انت متخيل الجمال والجنه اللي احنا فيها دي؟ يعني تحس انت لو مكان طه دسوقي والله انا اترضيت. الجميل بقى ان مقدمه طه دسوقي دي كان بيتريق فيها على ان الصحفيين بيتدخلوا في الحياه الشخصيه بتاعه الفنانين، وان اي كلام بيقوله بيبقى صرح الفنان الشاب طه دسوقي. ما بقتش بتكلم، انا بقيت بصرح الفنان الشاب طه دسوقي. الجميل بقى ان قناه الجزيره اثبتت كلامه ده فعلا، عملت فيديو وكاتبين فيه الممثل طه دسوقي يثير الجدل بعد افتتاحه مهرجان جونه السينمائي. اصل بص الموسيقى عامله ازاي والكلام عامل ازاي فتحس اللي هو الله شابوه والله طه دسوقي. يعني انت نقد حاجه بطريقه دمها خفيف، حتى يا عم لو انت ما ضحكتش بس هي فاني، يعني عمرك ما هتقول ايه اللي بيقوله ده انت عيل مش عارف ايه. اصل الفيسبوك ده كان، اصل انت لو قريت كومنتات فيسبوك تحس ان طه دسوقي اللي عمله ده جريمه منفس بيض مثلا، مع ان في العكس الطبيعي. انا لما شفت الافتتاحيه دي حسيت اللي هو ايه الجمال ده. لا وكمان الناس خدت رياكشن مصطفى خاطر لان هو كان من الجمهور اللي حاضره في الافتتاحيه دي، وان هو كان وشه يعني مش مبسوط، فقعد يقول لك قال لك بص مصطفى خاطر ازاي مش طايق طه دسوقي. حتى بعد كده طه دسوقي راح اتصور مع مصطفى خاطر وكتب عليها معناه اللي هو فعلا مش طايقني وبتاع. الراجل بيهزر والناس لا يا باشا احنا هناخد الدنيا جد يا باشا، محدش يهزر معانا، احنا حد يهزر علينا؟ تريق على الصحافه ليه؟ انت مين تتريق على الصحافه؟ الراجل حرفيا طه دسوقي كان قايل اللي فيه جامد اللي هو امينه خليل رجعت من الساحل. ولو اصلا بقى جينا نحلل افتتاحيه طه دسوقي دي هتلاقيها هي ذكيه جدا، ان هو خلى الجمهور العادي يفهم الحياه في اللوكيشن عامله ازاي، وخلى الفنانين نفسهم اللي بيقعدوا في اللوكيشن يضحكوا. يعني مثلا حته اللي هو بيقول فيها مش عارف في مهندس صوت واقف ومش عارف حد ماسك يعمل فوكس، يا جدعان اللقطه دي اللي عملها دي جميله جدا وذكيه قوي. يعني لا بص اصلا اداء الحركي ازاي وحافظ ازاي، اداء مسرحي فعلا بطريقه جميله. لا وفي الاخر بعد ما البانش لاين بتاعه ايه، بعد ما عمل ده كله عشان يعمل المشهد، ناس كتير قوي في اللوكيشن بس كلهم ساكتين عشان الممثل ده يعرف يقول للممثله اللي معاه اخيرا يا حبيبتي بقينا لوحدنا. اختياره للجمله دي ذكيه جدا برضه. ليه؟ هقول لك انا ليه. اللي هو احنا بص بنعمل قد ايه مجهود علشان تحس بس ان واحد وواحده قاعدين مع بعض لوحدهم. فانا استغربت جدا لما لقيت موجه كبيره جدا بتهاجم طه دسوقي، وقد ايه ان هو بعد ما اختنى بقى دمه تقيل. طب انا عارف ان في مرحله معينه بيوصل فيها الممثل ان هو لما يبقى غني فعلا يبقى دمه تقيل، بس دي لسه ده بدري لسه جدا. يعني الواد جميل، بس ازاي بقى انت في مصر يا باشا اما تهزر على اي حاجه واي حد؟ ان احنا
احنا اصلا مش طايقين بعض ولا طايقين نفسنا. عايز تهزر مع حد روح هزر مع حد بقى ايه نفسيته كويسه، زي مثلا عندك الراجل نجيب ساويرس وسميح اخوه طه دسوقي، هزر عليهم في الافتتاحيه اللي معموله في المدينه اللي هم عاملينها، انت متخيل؟ ومحدش حتى زعل ولا تحسه عمل ديسلايك ولا ازاي، ايه الفل. باشمهندس سميح وباشمهندس نجيب عملوا مهرجان الجونه ده عشان يبيعوا الوحدات السكنيه اللي في الجونه. يعني هيعملوا مهرجان سينما بالحجم ده عشان يبيعوا وحدات سكنيه بتبدا مساحتها من 150 متر تصل ل 300 متر، 1 و 2 3 بدرومز. يعني بص طه دسوقي قال حاجه صريحه عليهم اهو، ان هم عاملين مهرجان الجونه ده عشان يبيعوا الشقق اللي في مهرجان الجونه، والناس مبسوطه. بس بصراحه انت كده كده هتتشتم على فيسبوك حتى لو انت راجل 10 على 10، لان انا بتشتم، يعني انت مش عايز تتشتم انت كمان يعني. لا بس بجد انا بقيت بلعب لعبه كده، اللي هو انا قبل ما ادخل الفيديو انا هتوقع الكومنتات اللي في الفيديو. هي دي اللعبه بتاعتي، اسمها توقعات كومنتات الفيسبوك، واغلب الوقت توقعاتي تبقى صح، لان دايما اصلا الفيسبوك مبني على ايه؟ ان هو هيحكم على الشخص واحسس نفسي ان انا احسن منك. اي وضع انا كده كده احسن منك. هو الراجل اللي بيكتب كومنت ده جاي يشفي غريزته. فتخيل مثلا ان احنا دلوقتي بنتفرج على ريل لزوج وزوجته بيلعبوا مع بنتهم دي اللي هي مثلا عندها 8 سنين مثلا او 4 سنين، فطفله. هتلاقي الكومنت الاولاني اللي جايب 500 لايك، انت مطلع مراتك بشعرها ديوس، ده اول كومنت كده فتح كلام. هتلاقي الريبلاي على الكومنت ده اخيرا حد اتكلم. طب يا عم خلاص احنا هنخلي الراجل ومراته دي هنحجبها وهيلعبوا مع بنتهم، خلاص نفس الفيديو. اول كومنت هو ده حجاب؟ انت مخلي مراتك تبين كفها ورقبتها؟ طب يا عم خلاص احنا هنخلي الست بقت مختمره لابسه خمار وبيلعبوا لسه مع بنتهم، والراجل جوزها ده برضه بيلعب معاهم. اول كومنت يا ريت ما تطلعش زوجتك معاك في الفيديوهات، انت شكلك راجل محترم فحاول تغطي وشها او اخفيها من الفيديو. يا جميلة يا جدعان، الفيديو اصلا عن زوج وزوجته بيلعبوا مع الطفله، المين كاركتر الطفله. طب يا عم خلاص هنعيد نفس الفيديو ده وخلي الست منقبه يا عم، خلاص الراجل بيلعب مع بنته والدنيا جميله. يلا اول كومنت ايه بقى؟ ممكن تلبس بنتك لبس طويل شويه يعني. انا مش بألف الكومنتات دي يا جماعه، الحاجات دي انا بشوفها كل يوم، حتى لو عيله صغيره هلاقيه لا ينصح. هو لازم الشخص اللي على الفيسبوك ده اللي بيكتب كومنت سلبي لازم يحسس نفسه ان هو افضل منك بكتير، ده مسابقك بسنين يا راجل، انت كده كده هتشتم. يعني نفس الشخص ده ممكن تلاقيه اوبن مايندد عادي على تيك توك، وتلاقيه بيكتب كومنت بتاع توقعت ابقى يظهر ولا مروان موسى يظهر. وتلاقيه الكومنت التاني المشهور بقى مش متخيل قد ايه الفيديو ده بيضحك الساعه 2 بالليل. وتيك توك يوم ما يبقى عايز يديك في الاخلاقيات وعايز يهاجمك هيقول لك ايه؟ لو شاف مثلا فيديو بنت يا عم اخلاقياتها بالنسبه للمعايير بتاعتنا مش احسن حاجه، هيكتب ايه في الكومنت؟ انا ابوها، انا اخوها. بس بجد ايه اللي يخلي الناس تشتم على الفيسبوك اكتر من منصاتها او اكتر من حياتها العاديه؟ هل الفيسبوك ده بيبين حقيقه الانسان في الكومنت بالذات؟ لان انت اغلب الناس كمان اللي بتشتم دي، على الاقل اللي بتشتمني انا يعني، بدخل على البروفايل بتاعهم بلاقي بقى يا باشا البايو ده الخلق للخالق، بوستات كلها ايات قرانيه، احاديث، حكم ومواعظ، الراجل مثالي. فاللي هو تحس ان انت يا اسطى انت لسه حرفيا شاتم واحد بلا سبب. يعني انا ليه اتشتم مثلا على فيديو عامله عن عماد بعرور او عن سعد الصغير او عن محمد صلاح او عن علي ربيع؟ ليه اتشتم؟ يعني دي حاجه مش جدليه. تخيل مثلا لو بتكلم على الاهلي والزمالك مثلا، خلاص ده كده انا حلال فيه، يعني انا حلال ان هو يعمل اللي هو عايزه بقى. بس انا شتمت الزمالك وبشجع الاهلي مثلا، يا لهوي، انا شتمت الزمالك وبشجع الاهلي؟ لا، شتمت الزمالك وبشجع الزمالك. ليه يا جدعان ليه؟ انا اصلا شتمت على فيديو محمد صلاح قال لي انت تافه انت وهو. طب ليه تافهين؟ يعني حاسس ان صلاح يعني تافه؟ ده انت لو تافه زيه حاسك تبقى مبسوط يعني مثلا اكتر الكومنتات اللي بتجيلي على فيسبوك، الراجل ده يا جماعه انا عامل له بلوك 5 مرات ولسه بيطلع لي، ده كومنت مشهور جدا. والناس بقى من كتر الجنان بتدخل تشتمني برايفت بقى، تعالى خد ياضيا بتاع الفيسبوك انت، هاخد اشتمك برايفت. طب ليه يا اسطى ليه؟ يعني انا ايه اصلا بتكلم فيه مثير للجدل؟ انا بتكلم عن فن، ناس بتمثل شخصيه في فيلم، شخصيه مغنيه، تشتمني عشان عماد بعرور. طب ليه يا اسطى؟ اللي هو كومنت مثلا كنت عامل فيديو عن اغنيه العنب دي بتاعت مين، الفيديو جايب بتاع مليون مشاهده وشويه، تعالى بقى تتكلم عن حاجه تافهه ليه بقى؟ خلاص ايه التفاهه دي؟ حضرتك يعني في مليون واحد يتفرج وانت منهم وشكلك كملت الفيديو للاخر، فطالما هي حاجه تافهه كنت ممكن تعمل سكرول، يعني سكرول. مش عارف انا ليه انا شكلي عندي غل جامد، انا معلش انا بوظت لكن لو جيت تبص على يوتيوبرز تانيين لما بينزلوا محتواهم على الفيسبوك برضه بتلاقي شتايم، يعني في شتايم، مع ان دول ممكن يكون بابا المجال عادي في اليوتيوب، بس لا في الفيسبوك انت هتتهان. فانا عايز اعرف ليه الفيسبوك هو اللي فيه الكراهيه دي؟ يعني انا تحليلي الشخصي ان في الفيسبوك انت معروف هويتك، وشهوه لم الرياكتات والشهره كبيره، حاجه ممكن الظاهر بتدي متعه الله اعلم، فانا هشتمك والله هلم الرياكتات خير وبركه، ما لمتش عادي. وغير كده كمان
فيسبوك في حاجه ان ممكن الناس اللي عندك في الفريندز او يعني في الاصدقاء يشوف الكومنت بتاعك، فانت تحس ده ايه ده، انت بقيت مشهور كمان في دايرتك واصحابك انك انت راجل بتلم رياكتات، فحب الرؤيه او حب الناس تشوفك الظاهر ولا ايه. لان انت مثلا كومنتات اليوتيوب وتيك توك انت هويتك ما بتبقاش باينه قوي، مش شرط يكون عندك اكونت في صورتك في اسمك، اغلب الناس بتبقى مثلا حاطه اسمهم بالعافيه، فحاسس ان انت لما تكون مجهول الهويه انت المفروض تكون بتشتم اكتر بقى وعندك حريه اكتر. لكن العكس سبحان الله، فيسبوك العكس بقى، انت عندك يا باشا ناس عارفاك، فانا عايز الم بقى كوميديا وعايز الم ضحك وعايز الم اشياء من هذا القبيل، فانت بتحس ان اللايك ده جاي لك انت، جاي من الكلام انت بتقوله، لا جاي لك انت كشخص على فيسبوك يعني بصراحه. والفيسبوك كمان هو حاجه بتروح اكتر للشعب تقريبا، الالجوريزم بيودي الفيديو لو فايرال يعني بيوديه لكذا ناس كذا نوع، حتى لو ناس مش مهتمه بالفيديو بتاعك تقريبا، فهيفضل الفيسبوك لغز ان كل الكومنتات في اي حاجه تخص الفن على فيسبوك لازم هتتشتم، ولو في كوره برضو بنسبه كبيره هتتشتم. مش عارف فيسبوك الناس ليه مش طايقه بعضها كده، والناس مبقاش عندها خلق. طب طالما انت الدنيا ضيقه عليك كده ما تفتحش الفيسبوك كده طالما بيضايقك، يعني ايه اللي بيكيفك؟ هل الحاجات اللي بتعمل لها شير؟ يلا يا باشا حكمه، يا باشا حكمه النهارده دع الخلق للخالق، والنهارده الجمعه يا جماعه صلاه على النبي بقى، خلصنا الجماليات دي كلها، تعالى لي بقى تعالى لي بقى عماد بعرور وعنب ايه بس تعالى لي. اكيد طبعا يا جماعه انا مش بقول ان كل الناس اللي بتنزل البوستات دي هم ناس سيئين وبيعملوا كومنتات كده، لان في ناس برضو مش كويسه ومش متدينه وبيشتمونا برضو عادي وبيشتموا بعض عادي واخدين حريتهم عادي، فملهاش دعوه. لكن النقيض ده والتناقض ده بيضايقني انا شخصيا، ان انا حاجه انا مريت بيها، ان انا يعني اشوف ناس بتشتمني فعلا ان هم مبينين لدوايرهم ان هم ناس متدينين. فالله اعلم بقى، ربنا يهدي الجميع، سواء طيبين. ونزلة مهرجان الجونه عقبال المهرجان الجاي نكون احنا فيه بقى ونحضر بقى ككونتنت كريتورز، والله كصناع افلام ممثلين، المهم نروح معاهم بقى وهي بس. سلام يا صاحبي.